السلام عليكم ورحمة الله. المرض اللي قدام حضراتكم ده بيظهر في حالات منفردة في النخيل، وهو مرض فطري، يعتبر مرض فطري الفيوزاريوم. وطبعا المبيد اللي بنرش هنا مبيد فطري نحاسي، بنحط 2 جرام للتر. وممكن الرشة دي تبقى كل 15 يوم. زائد الحجم اللي هو بتحجم مثلا مبيد فطري برضو بتحط 30 جرام للنخلة. وبهتم بالنخيل المصاب عن طريق التسميد المتوازي والري بشكل منتظم، يعني أحاول على قد ما أقدر أحافظ على إن النخلة ما تتعرضش لأي عطش أو جفاف.